السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محتوى ميساء. اليوم جبت لكم فيديو جديد وهو نبسة محشية بالتمر. الآن معايا كيلان تاع السميد رطب، وكذلك راح نجيب معالق كبار 3 معالق كبار نتاع الزبدة. راح الآن هنايا راح ندخل الزبدة نتاعي داخل السميد. راح تشوفي كيفاش الطريقه راح نبسس بيها هذا السميد. كما كتشوفي بهذه الطريقه راح نحك مليح بين يديا السميد والزبده. هذه هي النتيجه اللي نتحصل عليها. الان هنايا راح نضع رشه ملح، وهنايا الملح يبقى حسب الذوق كذلك. الان هنايا راح نعمر كاس شويه، نعمره بالزيت، وراح نضع حوالي 2 معالق كبار نتاع الزيت. راح نضعهم وراح نوري كذلك نرون بهم هذيك نبسه بهذه الطريقه حتى نحس هذاك الزيت والملح والبسه تاعي شغل تبست مليح بهذا الشكل. الان هنايا راح نجيب خمارة القاطو حوالي معلقة صغيرة، نضعها كذلك، راح ندخلها مليح في المكونات بهذه الطريقة. الان هنايا راح نجيب كاس نتاع الحليب يكون عندي بارد، راح نبسس به نرون به هذيك المبسه. كذلك كاين اللي يرونها بالماء، وانايا رونتها بالحليب. هنايا كل واحد حسب الرغبه. الان هنايا نجيب طاوله العمل وراح نقسم العجينه الى نصفين. هذا النصف الاول راح نسرحه مليح، وكذلك يكون التمر تاعي يكون عندي فورته. راح نضعه كذلك من الفوق وراح نسرح بهذه الطريقه. الان هنايا النصف تاعي تاع الخليط راح نضعه من الفوق كما كتشوفي بهذه الطريقه. الان هنايا راح نساوي المبسه تاعي حتى ندرك كامل هذاك التمر، حتى نشوفه ندرك كامل متساوت المبسه تاعي بهذا الشكل. الان هنايا يكون عندي الطاجين تاعي اسخن، راح نطيبها على 2 جهات، نطيبها من الفوق ومن التحت. الان هنايا هذا هو الشكل اللي تحصلت عليه هذا المبسه. الان هنايا راح نقسمها لكم وتشوفوها كيش تخرج محشيه من الداخل بهذه الطريقه. الان هنايا نتمنى ان شاء الله يكون عجبك هذا الفيديو، جاتك خفيف ظريف. نتمنى ان شاء الله ما تنسينيش باللايك والشير والاشتراك في القناه. مع السلامه في فيديو جديد.